اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هيكون فيديو قوي جدا في القناه عندي. الفيديو ده النهارده هنتكلم فيه عن فيزا يلا بينا. الفيزا دي انا عملت عنها فيديوهين في القناه، ولكن هي من حلاوتها لازم نعمل عنها فيديو شامل، لان في الفيديوهين اللي فاتوا كان في بعض الاخطاء وكان في معلومات مش صح، فالنهارده هنصحح الاخطاء دي. والنهارده هقول لكم تجربتي معاها من اكتر من سنه او من اكتر من 9 شهور. الفيزا دي معايا، الفيزا دي يا جماعه والله العظيم انا انصحك بيها. ليه؟ اولا لان هي من نوع فيزا. طب ليه من نوع فيزا تنصحني بيها؟ الفيزا يا جماعه بتتربط اي حاجه من نوع فيزا بتتربط، سواء كان بيبال دفع اونلاين، جيمز، بتلعب لعبه بابجي، فورتنايت، كريد، اي لعبه، فري فاير، اي لعبه هتتربط معاك. شراء من امازون شغاله. حرفيا قبلت معايا في كل حاجه. في خلال ال9 شهور دول انا بحكي لكم كل المواقع اللي اتقبلت فيها. واتقبلت في اعلانات الفيسبوك. لو انت عايز تعمل اعلانات فيسبوك، الفيزا دي يا جماعه جميله. الفيزا دي فيها ميزه تانية، سعر استخراجها حاليا 35 جنيه. انا طلعتها ب 20 جنيه، ولكن الاسعار مش ثابته. بس مع احترامي ليك، 35 جنيه مش بتمن قهوه بتشربها في كافيه. فهي رخيصه، ما هنيجي سكه ودغري مع بعضينا، رخيصه. هو بس يعيبها ان هي ملهاش حساب بنكي، ملهاش ايبان. بس فيزا بالسعر ده كويس جدا. تمام. هتقبل معاك في كل المواقع الاونلاين، هتقبل معاك في كل حاجه. حد السحب وحد الايداع ده ممكن تقدر تعرفه من الصفحه بتاعتهم. ولكن انا هقول لك كل حاجه، كل المعلومات ما عدا بس حد السحب وحد الايداع، يعني تحط فيها لحد كام وتعمل ايداع بكام في اليوم. انا دي مش متاكد منها، والافضل اني ما اقولهاش لان هي متغيره من وقت للتاني. كل البنوك بتغيرها من وقت للتاني. ليهم ابلكيشن موبايل تقدر تشتري منه، تدفع منه للصيدليه، تدفع منه فواتيرك، اللي هو الابلكيشن اللي اسمه يلا باي. تمام. تقدر تشوف انت فيك كام، يعني في كام في رصيد في الحساب بتاعك في الفيزا دي عن طريق الابلكيشن. والميزه المهمه بقى واللي انا بحبها قوي ان الايداع فيها مش زي البنوك التانية. يعني الايداع فيها مثلا انت لو جيت تعمل ايداع في بنك مصر، يقول لك في خلال 24 ساعه. ده في خلال ساعه بيكون الفلوس مسمعه عندك، وفي بعض الاحيان بيبقى في نفس الوقت. فهي جميله قوي. فاهم؟ قريب كمان هيعملوا ان انت ممكن كمان تعمل لها ايداع، سواء كان من اورنج كاش، فودافون كاش، تقريبا برضو دلوقتي تقدر كمان تعمل لها ايداع من اقرب سوبر ماركت بالنسبه لك. طبعا الايداع الافضل ان انت تعمله من اي فرع بريد، اللي هو اي فرع اللي هو البوسطه، انتوا عارفينها يعني، اي فرع بريد مصري بنسميها البوسطه يعني عندنا. تمام. الفيزا يا جماعه تدفع بيها اي حاجه، مش هتقول لك لا. فيزا جميله رخيصه. انا عن نفسي في اعلانات الفيس شغاله معايا نار، جميله قوي. لو انت بقى حبيت تسحب منها، هو في ناس قالوا لي ان انت ممكن تسحب من مكان الاي تي ام اللي موجود في البريد المصري، فتنفع تسحب منها. انا في الفيديوهات السابقه قلت ان ما ينفعش، بس هي فعلا اول ما طلعت ما كانش ينفع. بس حاليا ينفع تسحب من المكان بتاع البريد المصري. هي جميله جميله من هنا لحد السنه الجايه. وكمان في برضو حابب تشتري حاجات من السوبر ماركت، حابب تشتري حاجات البقاله، برضو موجود في الابلكيشن بتاعها. تمام. وكمان وفيها نقطه حلوه قوي ودي عجباني قوي، ان هي فيها نقط، نظام نقط. كل ما توصل لعدد نقط معين بيبقى ليك فلوس معينه، ليك هديه بونص مثلا منهم وجبه من كنتاكي، انا مش عارف عليه، لو انت بتستخدم فيز كتير. فانا انصحك كمان ليهم باركود، بيبقى فيه باركود للفيزا بتاعتك. لو حضرتك برضو حابب انك مثلا واحد يبعت لك مثلا فلوس عن طريق الباركود ولا حاجه، بيصور الباركود وخلصت. تمام. طبعا افضل شيء وهرجع واقولها ان هي من نوع فيزا. ركزوا قوي يا جماعه من كلمه فيزا دي، لان ماستر كارد في بعض المواقع بترفضه، ولكن فيزا. وبعدين كمان مش محتاجه منك اوراق، هي بس صوره بطاقتك و35 جنيه وشكر الله سعيكم بس. مش محتاجه حاجه يعني، فاهم؟ مش محتاجه مثلا مصاريف كتيره، ولا محتاجه مثلا اوراق، ولا محتاجه ضامن، ولا محتاجه واصي. هي فيزا جباره جباره من هنا لحد السنه الجايه. فانا بصراحه بشكر البريد المصري على الفيزا دي. هو بس يعيبها زي ما قلت لكم انها مالهاش حساب بنكي، بس طبعا انت ب 35 جنيه فما تتوقعش اكتر من كده يعني. يا رب اكون وضحت كل حاجه عنها، ويا رب اكون عرفتكم كل المعلومات عنها. بس يا شباب دي كانت حلقه النهارده. يا ريت بقى لو حضرتك عجبتك الحلقه، زرار السبسكرايب الاحمر اللي تحت الفيديو، حط لايك. مع السلامه يا شباب، سلام عليكم.